الفترة الأخيرة يا صديقي كنا مهتمين هنا في القناة في مجال الكورسات وتطوير الذات، واتكلمنا معاكم في حلقات فاتت عن مواقع كتير جدا بتقدر من خلالها تاخد كورسات مجانية 100% وكمان بشهادة معتمدة. طبعا يا صديقي لو انت ما شفتش الحلقات دي انصحك وبشده تروح تشوفها دلوقتي. فبعد الحلقات دي يا صديقي قدرنا نتخلص من مشكله كبيره جدا كانت بتقابل اغلبكم، وهي اسعار الكورسات الغاليه اللي مش معاكم فلوسها. فلما اصبحت الدنيا سهله يا صديقي وتقدر دلوقتي تاخد اي كورس انت عايزه ومن غير ما تدفع اي فلوس وكمان بشهاده معتمده وانت مرتاح وقاعد في البيت، ظهرت بقى المشكله اللي بجد، وهي زي ما بسميها كده يا صديقي مشاكل الرفاهيات، اللي هو خلاص انت الدنيا بالنسبه لك سهله فده لوحده بيخلق لك مشكله جديده. وهي ان ناس كتير جدا بتبعت لي: طارق دلوقتي انا قدامي كل الكورسات المجانيه دي، انا مش عارف ايه فيهم الكورسات اللي تناسبني وايه الكورسات اللي ما تناسبنيش. لان بالفعل كتير منهم بدا في كورسات وكان فاكر ان هي دي الكورسات اللي هتحقق له كل احلامه، وفي نص الكورس بدا يحس بالملل، بالزهق، بفقدان الشغف، بان انا مش عايز اكمل الكورس ده وده مش مكاني. علشان كده صديقي جاي اشارك معاكم النهارده انا بنفسي ازاي بختار الكورسات اللي هاخدها، وايه الخطوات اللي بلجأ ليها عشان اقول الكورس ده هو انسب كورس ليا ولازم اخده. فعشان تعرفوا اكتر يا صديقي يبقى دلوقتي تصلوا على النبي وتابعوا الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن إحنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وتعالى يلا صديقي نتكلم عن ازاي تقدر تختار انسب كورس ليك. اول خطوه صديقي وقبل ما تبدا في اي حاجه لازم في البدايه كده تحدد هدفك. ينفع تخرج من بيتك يا صديقي وانت مش عارف انت رايح فين وتقول انا همشي كده وزي ما توديني رجليا؟ افرض تهت يا صديقي، افرض دخلت اماكن ما تعرفهاش، بعد ما تدخل وتضيع وقت وتضيع مجهود ويمكن الشوارع دي تبقى ضلمه وتخوفك وتحس برهبه وتحس برعب وتمشي كده في تجربه مش الطف حاجه، بعد كده ترجع تقول لا انا همشي بقى في حته تانية وتبدا بقى تمشي في حته تانية فتوه تاني. طب ليه يا صديقي؟ من البدايه كده نحدد هدفنا. انا خارج النهارده رايح الدرس، انا خارج رايح المدرسه، خارج رايح الجامعه. انت خارج عارف انت رايح فين فعارف هتمشي ازاي. او نفس الموضوع هنا يا صديقي، عشان تاخد كورس معين يا صديقي ما انت لازم تعرف اصلا انت بتاخد الكورس ده ليه، عايز توصل بيه لايه في الاخر. ايه ده يا طارق؟ يعني عايز تقول لي ان في ناس بتاخد كورسات وهي مش عارفه تبقى ايه؟ للاسف يا صديقي ايوه، وللاسف يا صديقي ممكن انت تكون من الناس دي. في ناس تيجي تقول لك انا هاخد الكورس ده، كل الناس بتاخده فهو اكيد حاجه مهمه. يعني يجي حد يقول لك كل الناس دلوقتي بتروح تتعلم صيني واسباني والماني فاللغات دي مهمه ما اروح اتعلمها. طب ما كنت تتعلم انجليزي اولى يا صديقي، يعني الانجليزي برضو مطلوب واكتر منهم. حد يجي يقول لك انا هتعلم برمجه، كل الناس النهارده بتتعلم برمجه. طب ما يمكن يا صديقي انت اصلا البرمجه حلوه او مستقبلها جميل وكل حاجه، بس انت مش معاك الامكانيات بتاعتها، مش معاك اللابتوب اللي تبرمج عليه، مش معاك الموبايل اللي تعمل عليه، مش مناسبه امكانياتك وكان انسب لك كورس تاني. ففي ناس يا صديقي للاسف مش بتحدد اهدافها، هي بتمشي ورا اهداف الناس التانيه وماشيه كده ايه مع القطيع زي ما بنقول، شايفه الاغلبيه رايحه لايه وبنمشي وراه. او التاني اللي يقول لك خالف تعرف بقى، الناس كلها رايحه للبرمجه، طب انا مش هتعلم برمجه هتعلم حاجه تانية. طب ما يمكن يا حبيبي البرمجه دي انسب حاجه ليك. فعشان تخرج يا صديقي من الدوامه دي كلها وعشان ما تبقاش ولا مع القطيع ولا خالف تعرف، لازم في البدايه تحدد اهدافك. هاخد نفسي يا صديقي مثال، هاجي اقول لكم ان انا جيت من كام سنه وقلت انا محتاج اكون صانع محتوى. طب صانع المحتوى ده يا طارق ايه الحاجات والكورسات اللي لازم ياخدها عشان يبقى صانع محتوى كويس؟ اول حاجه محتاج اخد كورس في كتابه المحتوى، ازاي اكتب محتوى واحول الافكار بتاعتي دي لحاجه كتابيه وسكريبتات اقدر اصور بيها وحاجات اقدر اقولها في الحلقات بتاعتي. بعد كده في كورسات اصلا لصناعه المحتوى، فانا محتاج اخد كورسات لصناعه المحتوى. بعد كده في حاجه اسمها الاس اي او والكلمات المفتاحيه والعالم ده كله، محتاج اخد برضو كلمات فيه علشان محتاج اخد فيه كورسات علشان المحتوى بتاعي يبدا يظهر ويوصل للناس. وكمان محتاج اتعلم شويه عن الاضاءات علشان الاضاءه بتاعت الفيديوهات بتاعتي تبدا تتحسن، وطبعا انا لسه شغال على الموضوع ده علشان يعني الامكانيات مش مساعده اليومين دول يا صديقي، بس شغالين في الموضوع يعني. وكمان محتاج اخد كورسات في التصوير لو ينفع، وطبعا لسه مستمر في الكورسات دي. محتاج اخد كمان كورسات عن ايه يا طارق؟ محتاج اخد كورسات عن الفوتوشوب. محتاج كمان يا صديقي اخد كورسات عن الفوتوشوب والمونتاج والجرافيك ديزاين والبريمير والحاجات دي علشان ابدا امنتج لك الفيديوهات واحط لك صور مصغره وكل الحاجات دي. فدلوقتي انا حطيت الهدف بتاعي وبدات اطلع منه الكورسات اللي تناسب تحقيق الهدف ده، وحطيت الكورسات دي وعرفت هي دي الكورسات اللي انا محتاج اخدها دلوقتي. بعد كده يا صديقي ببدا ارتب اولوياتي، يعني بشوف ايه اهم كورس فيهم لازم اخده. يعني مثلا انا محتاج الاول اخد كورسات عن ازاي اكتب المحتوى وازاي اعرف اكون صانع محتوى. بعد كده مع الوقت ممكن اتعلم بقى الاضاءات دي، يعني الاضاءات مش اهم حاجه في الاول، محتاج الاول اكون صانع محتوى عشان
النور ده هينور مين؟ هينورني انا. ما لازم انا ابقى كويس الاول، بعد كده ابقى انورني واعمل كل حاجه. وعشان كده يا صديقي انا ظبطت النقطه بتاعت كتابه المحتوى وصناعه المحتوى، ويعني لسه شغال في الموضوع بتاع الاضاءات. فدلوقتي لما انا رتبت اولوياتي وخدت الكورسات المهمه الاول والكورسات اللي هي ملحه ولازم اتعلمها في البدايه، مشيت وبدات احقق هدفي وفي نفس الوقت لسه بتعلم. على عكس واحد تاني راح اتعلم اضاءات، راح اتعلم حاجات تانية، راح اتعلم حاجات يعني مش هي اللب ومش هي الاساس. فدلوقتي بعد ما اتعلمها ماذا بعد؟ ما بداتش برضه، لانك سبت الاساس والمهم ما اتعلمتوش. فمش كفايه يا صديقي انك بس تحدد الكورسات اللي انت هتاخدها، انت محتاج برضه ترتب الكورسات دي ايه اهم حاجه فيهم تتعلمها، ثم الاقل اهميه ثم الاقل اهميه. تمام يا صديقي، انت دلوقتي حددت الهدف بتاعك، قدرت تطلع منه الكورسات اللي انت محتاجها ورتبتهم كمان، وعرفت انت هتاخد كورس ايه بعد كورس ايه بعد كورس ايه. بعد كده يا صديقي بقى بتبدا تشوف الاماكن اللي هتاخد فيها الكورسات دي. وهنا بنيجي لنوعين من الكورسات، في كورسات اوفلاين يعني انت بتنزل في مكان وبتاخد الكورس ده، وفي كورسات اونلاين. طبعا الكورسات الاوفلاين يا صديقي انت على حسب بقى منطقتك المحافظه بتاعتك انت بتبقى ادرى بيها. اما الكورسات الاونلاين يا صديقي فانا برشح لكم الحلقات اللي عملناها اللي فاتت عن المواقع اللي تقدر تاخد منها كورسات وبشكل مجاني عشان ما تكلفش نفسك يا صديقي في البدايه. هحاول اسيب لكم الفيديوهات دي تحت في وصف الفيديو، وانت تحت يا صديقي اعمل لايك على الفيديو لو انت لسه ما عملتش، واعمل سبسكرايب، يعني حاجتين صغيرين مش هيخسروك حاجه بس هيفرحونا كتير. ولازم يا صديقي وانت بتحدد كورسات اوفلاين ولا كورسات اونلاين تبقى عارف ده فوائده ايه ومساوئه ايه، وده فوائده ايه ومساوئه ايه. يعني الاوفلاين الحلو بتاعه ان انت بتنزل بتتعامل مع بشر، بيبقى الموضوع بشكل تفاعلي، لو عندك غلطه هتكلم الشخص اللي بيديك الكورس وتساله وتستفسر منه وكل الحاجات دي. لكن في نفس الوقت بتضيع وقت ومجهود وفلوس، وبتنزل تصرف في مواصلات وبتقعد رايح الكورس وجاي من الكورس ومجهود وكل الحاجات دي برضه. اما الاونلاين فانت ممكن تاخد كورسات مجانيه اصلا، مش هتنزل من بيتك، مش هتروح مش هتيجي مش هتتشحطط، بس ممكن يبقى الكورس ده مثلا متسجل فبيضيع منك ميزه زي ان انت تتواصل مع اللي عامل الكورس وتساله على حاجات. فده ليه مميزاته وليه عيوبه، وده ليه مميزاته وليه عيوبه، فانت لازم تشوف ايه الانسب ليك يا صديقي. يعني في ناس تقول لك انا ما افهمش غير لو نزلت وحضرت الكورس بنفسي، وفي ناس تقول لك لا انا ممكن اخده على الموبايل بتاعي والكمبيوتر بتاعي. فشوف انت انسب لك ايه يا صديقي واعمله. دلوقتي يا طارق انا حددت هدفي، عرفت الكورسات اللي هاخدها، رتبت اولوياتي، عرفت انا هاخد اوفلاين ولا اونلاين، اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده يا صديقي شوف انت اصلا مستواك في الكورس اللي انت تاخده ده عامل ازاي. يعني هل انا مستواي مبتدئ فابدا من الاول خالص، ولا انا مستواي متوسط، ولا مستواي احترافي، ولا ايه بالظبط؟ يعني يا صديقي ما يبقاش مستواك مبتدئ وتروح تاخد كورس مع ناس مستواهم متوسط، انت فايتك الاساسيات يا صديقي. وما ينفعش يبقى مستواك متوسط وتروح تبدا من الصفر يا صديقي، انت كده بتضيع وقت وبتتعلم حاجات انت اوريدي عارفها. فحتى لما تلاقي الكورس يا صديقي اللي تفكر ان هو مناسب ما تاخدوش لمجرد ان هو كورس في المجال اللي انت عايزه، اتاكد الاول الكورس ده مستواه ايه، هل مستواه احترافي ولا متوسط ولا مبتدئ ولا ايه بالظبط. ودي نقطه مهمه جدا بتضيع ناس كتير. في ناس كتير تروح تاخد كورس وتفضل تاخد معلومات هي عارفاها وتقعد تقول لا لسه جديد جاي، لسه جديد جاي، وفجاه ينتهي الكورس وتكتشف ان ده كورس للمبتدئين وان مفيش حاجه جديده هياخدها فيه، فبيضيع وقت من حياته يا صديقي ومجهود في الفاضي. بعد ما تلاقي يا صديقي الكورس اللي هو مناسب المستوى بتاعك ما تاخدوش برضه عمياني، ما يمكن الكورس ده يا صديقي صوره كده على الفاضي بس هو من جواه اي كلام. فهنا يا صديقي بتلجأ لتقييمات الناس. لو اونلاين بتلاقي ناس كاتبه رايها في الكورس ده وعطياله 5 من 5 4 من 5، الكورس كويس، الكورس ممل، الكورس مفيد، وهكذا. ولو اوفلاين حاول تشوف الناس اللي خدت في السنتر ده قبل كده كورسات، الناس اللي خدت الكورس ده مع الشخص ده قبل كده، رايكم ايه، استفدتم، اشتغلتم بالكورسات دي، اتعلمتم، عملتوا ايه بالظبط، وابدا شوف تجارب الناس في الكورسات دي قبل ما تاخدها علشان يا صديقي تقدر تستقر هل الكورس ده تاخده ولا هيبقى تضييع وقت في الفاضي. وبعد كده يا صديقي حاول تبدا تشارك في جروبات ومنصات وحاجات بتتكلم عن الكورسات اللي انت مهتم بيها والمجالات دي، عشان تبدا يا صديقي تستفيد من خبرات وتجارب الناس التانية. وخلي بالك ده بيساعدك انك تعرف وتحدد خطوتك التاليه من غير بقى المجهود اللي فات ده كله. ولقيت شخص على الجروب ده عنده نفس التجربه بتاعتك بس هو سابقك بخطوه وبدا ياخد الكورسات اللي انت بتاخدها دلوقتي وخلصها، هو هيبدا هو يعمل رحله البحث بتاعته لغايه ما يشوف ايه المرحله اللي بعدها. فانت بعدها يا صديقي بتجيلك التجربه دي على الجاهز، فلان ده كان نفس امكانياتي نفس تفكيري نفس كل حاجه، بعد ما خلص الكورس ده راح اخد الكورسات التانية دي وفعلا فادته ومشت فيه وكده، يبقى انا خلاص هي التجربه دي نجحت معاه وانا نفس الامكانيات ونفس التفكير ونفس كل حاجه، يبقى انا هعمل زيه. هنا يا صديقي بقى تقدر تقلد لان المقارنه بينكم ممكن تكون متكافئه، فتقدر يا صديقي تختصر ايام وشهور من التعب والتفكير والبحث بتجارب الناس التانية. وفي النهايه يا صديقي لازم تكون مدرك ان تطوير الذات والكورسات شيء مهم جدا، لانه بيساعد ان انت تزود من السي في بتاعك وبيزود من خبراتك عشان تلاقي وظائف احسن بمرتبات احسن، وكمان يا صديقي بيحسن جدا من شخصيتك وبيخليك شخص احسن في المجتمع وانجح يا صديقي باذن الله. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى انت كمان يا صديقي تكون
قدرت التعب بتاعي والمجهود في الحلقه دي ونزلت عملت لي لايك حلو زيك، ونزلت عملت لي سبسكرايب وفعلت زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك سؤال او استفسار او اي حاجه اكتب لي تحت في التعليقات يا صديقي، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت اللي عن الكورسات والحاجات الاونلاين المجانيه. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه دلوقتي انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي كملوا الحلقه للنهايه. اتمنى يا صديقي تكون الحلقه لطيفه وخفيفه وتكونوا استفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.